ازاي تبقى مليونير في 30 يوم بس؟ السر اللي محدش هيقولك عليه. في سؤال بيلف في دماغ اي حد عايز يبقى غني: ازاي اعمل مليون بسرعة؟ طب تخيل لو قلتلك انك تقدر تعمل مليون في 30 يوم بس. مش هزار ومش كليك بيت، دي خطة حقيقية ناس كتير استخدموها ونجحوا، لكن الفرق بينهم وبينك انهم عرفوا السر اللي محدش بيقوله، والنهاردة انا هقولك عليه خطوة بخطوة بدون فلسفة بدون اوهام. لو عندك الشجاعة تكمل للنهاية ممكن حياتك تتغير للأبد. العقلية اللي هتخليك مليونير. اي مليونير بدأ من الصفر عنده عقلية مختلفة عن الناس العادية. اول سر: الفلوس مش في الشغل، الفلوس في القيمة. لازم تقدم قيمة تخلي الناس تدفع من غير تردد. تغيير مفهوم الوقت: المليون مش بيتحقق بالراتب، لازم تدور على طرق مضاعفة الفلوس بدل ما تبيع وقتك. ولازم تفكر في الارباح السريعه، في طرق تقدر تضاعف بيها فلوسك من غير راس مال، لكن السر هو انك تفهم السوق وتعرف ازاي تلعب اللعبه. تاني حاجة: اختيار الطريق الأسرع للمليون. لو عايز مليون بسرعة لازم تختار الطريق الصح. الطرق التقليدية مش هتنفع، وانت محتاج حاجة تجيب فلوس كبيرة في وقت قليل. وهنا هنتكلم عن أكتر المجالات اللي ممكن تعمل لك مليون في 30 يوم. واحد: التجارة السريعة، الاي كوميرس او الدروب شيبينج. مش لازم يكون عندك منتج، ممكن تبدأ بمنتجات ترند على السوشيال ميديا وتستخدم الإعلانات الصح. موقع واحد يحقق لك $10,000 في الشهر، لو عملت 10 مواقع عندك مليون. التسويق بالعمولة، الافيليت ماركتينج، بيع منتجات رقمية بعمولات ضخمة، كورسات، برامج تدريبية، واستهداف السوق الأجنبي بالدولار. لو بعت 50 كورس بس بسعر $500 دخلت $250,000. 3: الخدمات الفريلانسر عالية الربح. لازم تكون محترف في خدمات بسيطة زي إعادة بيع الخدمات أو حتى استخدام الذكاء الاصطناعي لخلق محتوى عالي الجودة بسرعة. الفكرة في بيع الخدمات الأغلى مش الرخيصة، اشتغل على البيزنس مش الأفراد. 4: الاستثمار الذكي، الأسهم أو إعادة بيع الأصول الرقمية. الناس فاكرة إن البورصة حاجة وحشة، لكن الحقيقة انك لو فهمت السوق وعرفت امتى تدخل وتخرج تقدر تحقق مكاسب خرافية. مثال: في 2017 مثلا. اوكي. الجزء الثالث: استراتيجية تنفيذ المليون في 30 يوم. دلوقتي انت عرفت المجالات، لكن ازاي تطبق بقى؟ هنا الخطة اللي هتمشي عليها يوم بيوم، واللي لو نفذتها حرفيا المليون هيكون بين ايديك. الاسبوع الاول، اليوم الاول للسابع، بناء الاساس. اختار المجال الاسرع تحقيقا للفلوس وقرر على الفور وابدأ. التسويق المجنون، الاورجانيك والبيد ادز. استخدم تيك توك، يوتيوب شورتس والفيسبوك ريلز للانتشار السريع. بيع اول منتج او خدمة بسرعة. الهدف تحقيق اول 10,000 جنيه خلال اول اسبوع. الاسبوع الثاني من اليوم الثامن لل14 تضخيم الارباح. إعادة استثمار الأرباح في تسويق مدفوع، إعلانات فيسبوك ويوتيوب بميزانية صغيرة لكن بذكاء. استخدم النفوذ والتأثير الاجتماعي، ابني اسمك في المجال واعمل تحالفات مع ناس عندها جمهور. وسع قنوات الدخل، ما توقفش على مصدر واحد، جرب طرق مختلفة زي استشارات أو منتجات رقمية. الأسبوع الثالث من اليوم ال15 لل21 الانتشار السريع، مضاعفة الإعلانات والمبيعات. دلوقتي أنت دخلت الفلوس، لازم تضرب بقوة. تنشئ عرض تسويقي لا يقاوم، الناس لازم تحس إنهم هيضيعوا الفرصة لو ما اشتريتش منك. الحصول على العملاء الكبار، هاي تيكت سيلز. اشتغل على خدمات او منتجات غالية لجذب العملاء الجادين. الاسبوع الرابع من اليوم ال 22 لل 30 صناعة المليون فعليا. توسيع فريق العمل، وظف مساعدين، استفيد من الاتمتة، خليك مدير مش عامل. تحقيق الهدف الاساسي، لو مشيت بالخطة دي دلوقتي معاك دخل يومي ضخم جدا، حرفيا ممكن تكون وصلت للمليون. اعادة الاستثمار الذكي، خد ارباحك واستثمرها في مشاريع تضمن لك الاستثمارية وتكرار النجاح. الجزء الرابع، الحقيقة اللي محدش بيقول لك عليها، وهنا هنتكلم عن حاجة مهمة. السر الحقيقي مش في الفلوس، السر الحقيقي في العقلية والتنفيذ. ناس معاها مليونات، ناس معاها ملايين بس فشلت، وناس بدأت من الصفر وبقت مليارديرات. الحقيقة القاسية 90% من الناس مش هيقدروا يكملوا، مش لأن الخطة غلط لكن لأنهم مش ملتزمين، بيكسلوا وبيترددوا. لو كنت من 10% اللي قرروا يكملوا أنا واثق إنك هتنجح إن شاء الله. الفيديو ده مش مجرد كلام، دي خطة حياتك
عندك الاختيار، يا اما تنفذ وتحقق المليون، يا اما تقفل الفيديو وتكمل حياتك زي ما هي. القرار في ايدك. ولو شايف ان الفيديو ده فيه قيمة ما تبخلش بيه، انشره، يمكن يكون سبب في تغيير حياة حد غيرك.